اهلا بحضراتكم مشاهدينا، لسه مكملين معاكم فقراتنا. وصلنا للقائنا الاول على الهواء مباشره خلال حلقتنا النهارده، والفقره دي هنتكلم فيها عن التغيرات المناخيه وتاثيراتها علينا. طبعا موضوع التغير المناخ، الجمله دي او المصطلح ده بنسمعه كتير في الفتره الاخيره او في الاونه الاخيره، وبتحظى او بيحظى الموضوع ده بالاهتمام مش بس على مستوى مصر ولكن على المستوى العالمي. خلونا نتكلم على تفاصيل اكتر خاصه بالتغيرات المناخيه ومدى تاثيرها علينا، وازاي احنا نقدر نواجه التغيرات السلبيه المناخيه اللي ممكن تواجهنا. ده من خلال لقائنا مع الاستاذ دكتور اسلام انديل، عضو هيئه التدريس ومدرس مساعد بقسم النبات والميكروبيولوجي بكليه العلوم جامعه الازهر. انا بحضرتك معانا دكتور اسلام، منورنا. اهلا وسهلا يا فندم. كل سنه وحضرتك بخير. وانتم بالف خير وصحه وسلامه. اهلا يا فندم. التغيرات المناخيه، التغير المناخي، بنسمع الجمله دي كتير في الفتره الاخيره، وحصل تغيرات مناخيه على المستوى العالمي مأثره على العالم كله مش علينا بس. عايزين نتكلم ايه التغيرات المناخيه اللي حصلت، خصوصا في العشر سنوات الاخيره. يمكن ده الفتره اللي بدأ تظهر فيها موضوع التغيرات المناخيه بشكل واضح. تمام يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في البدايه اتوجه بخالص التهنئه للشعب المصري العظيم والامه العربيه والاسلاميه والقياده السياسيه في مصر بمناسبه شهر رمضان المبارك وليله النصف من رمضان. اسال الله سبحانه وتعالى ان يعيد علينا هذه الايام بالخير واليمن والبركات. قبل البدء في موضوع التغيرات المناخيه، خلينا نبدأ بمقولة للسيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في الفترة من عام 2007 إلى عام 2016. السيد بان كي مون كان له تصريح شهير جدا، قال: لا يوجد لدينا كوكب بديل لكوكب الأرض، وبالتالي لا توجد لدينا خطة بديلة. بمعنى أنه يجب على جميع رؤساء العالم وجميع سكان كوكب الأرض وجميع السادة السياسيون والسادة الاقتصاديون ورجال الأعمال وكل من يقطنون هذا الكوكب أن نتحد جميعا لمواجهة أكبر خطر بيئي وأكبر كارثة بيئية بتهدد المعيشة لما يقرب من 8 مليار مواطن على كوكب الأرض، وهو موضوع الساعة أو موضوع التغيرات المناخية. موضوع التغيرات المناخية هو عبارة عن تحولات طويلة الأجل في أنماط الحرارة وفي درجات الحرارة وأنماط الطقس. هذه التحولات ليست وليدة اللحظة، هذه التحولات في جزء منها تحول طبيعي بدأ منذ بداية نشأة كوكب الأرض منذ مليارات السنوات، ولكن في جزء منها ناتج عن النشاط البشري للإنسان وسوء الاستخدام لمصادر الطاقة. خلينا أقول لحضرتك أن خلال 150 عام المنصرمة، أو بالتحديد خلال فترة الثورة الصناعية الأولى والثانية في أوروبا، خلينا نقول ان تم استخراج مليارات الاطنان من الوقود الحفري او الوقود الاحفوري اللي هو متمثل في الفحم الحجري، وثم اكتشافات النفط، البنزين والسولار والمازوت. كل هذه الاكتشافات البترولية التي احتاجها الانسان عشان يستخدمها في الطاقة بينتج عنها انبعاثات كربونية. هذه الانبعاثات الكربونية بتكون موجودة في طبقات الغلاف الجوي العليا، بتزود كمية الحرارة في كوكب الأرض، أو بمعنى صح بتعمل احترار عالمي أو احتباس حراري. هذا الاحتباس الحراري بيسبب لنا مشكلة كبيرة جدا بتشوه النظام البيئي على كوكب الأرض، وهي دي المشكلة الخطيرة اللي كل دول العالم بتتجه لها حاليا ان احنا بنحاول نقضي عليها. خلينا اقول لحضرتك مش بس التحولات الطبيعية او النشاط البشري للإنسان، حرق المخلفات، عوادم المصانع، عوادم السيارات، كل هذه الأمور بتزود نسبة الانبعاثات الكربونية متمثلة في غاز ثاني أكسيد الكربون في طبقات الجو العليا، وبالتالي بتؤدي إلى زيادة درجة حرارة الأرض. طيب زيادة درجة حرارة الأرض بتأثر علينا في إيه؟ خلينا أضرب لحضرتك مثال بسيط. احنا عندنا موجود حرائق الغابات، مثلا غابات الأمازون في قارة أمريكا الجنوبية. غابات الأمازون دي احنا بنعتبر كوكب الأرض ب25% من الأكسجين اللازم للتنفس. غابات الأمازون بتمثل 40% من مساحة قارة أمريكا الجنوبية، موجودة في 8 دول، هي البرازيل والأرجنتين وبيرو وفنزويلا وكولومبيا والإكوادور. هذه الدول نتيجة للنشاط البشري السيء للإنسان، الإنسان بيحاول، وخصوصا الشركات متعددة الجنسيات والتي تعمل في مجال قطع الأخشاب، بتعمل في مجال الصناعات الخشبية، وبالتالي بتحتاج أنها تقطع الأشجار المعمرة اللي موجودة في غابات الأمازون، وبالتالي هي بتحاول أنها تقضي على الغطاء النباتي اللي احنا بنعتبره ده أكبر غطاء نباتي موجود على سطح الكرة الأرضية. ده احنا بنعتبره حائط الصد الأول والدفاع المنيع ضد أخطار التغيرات المناخية. ليه؟ نسبة كبيرة يعني. تمام يا فندم. لأن هذه الغابات بتاخد كمية ثاني أكسيد الكربون الزائدة، بتدخلها في عملية البناء الضوئي، بتطلع لنا الأكسجين اللازم للتنفس. ده مش بس كده يا فندم، ده ارتفاع درجة الحرارة
تمام. طبعا انا عايز اقول لحضرتك معلومه ان في عام 2020 تم تسجيل اكبر عدد من حرائق الغابات على مستوى العالم، كان بيسموه عام الحرائق، لدرجه ان تم تسجيل حرائق في غابات بسبب سيبيريا ارتفاع درجه حراره بسبب الارض. ارتفاع درجه الحراره وبسبب السلوكيات السيئه. خليني اقول لحضرتك ان حرائق الغابات 95% منها مش اسباب طبيعيه، ولكن سوء الاستخدام. في 30 مليون مواطن بيسكنوا هذه الغابات في قاره امريكا الجنوبيه، بيحاولوا ان هم يحرقوها عشان يحولوها لاراضي زراعيه لاستخدامها في تامين غذائهم او كده. يعني مقصوده، يعني مقصوده النشاط البشري السيء، والشركات متعدده الجنسيات اللي بتعمل في مجال الاخشاب ومجال الورق او تحويل هذه الاشجار المعمره الى وقود او فحم. النقطة الثانية ان ارتفاع درجة الحرارة، هنضرب مثال تاني على المشكلة البيئية اللي هي بتهدد كوكب الارض، احنا بنعتبرها مشكلة القرن ال21. عندنا في منطقة القطب الشمالي ارتفاع درجة الحرارة بيؤدي الى ذوبان الجليد. في عندنا اكبر جزيرة جليدية موجودة على مستوى العالم هي جزيرة جرينلاند، دي موجودة في دولة الدنمارك. هذه الجزيرة مساحتها 2,166,000 كيلو متر مربع. هذه الجزيرة بتحتوي على انهار جليدية، بتحتوي على كتل جليدية. خليني اقول لحضرتك رقم مرعب، حجم ما تم إذابته من الجليد نتيجة ارتفاع درجة الحرارة 160 مليار طن من الجليد. طيب ذوبان الجليد لما يحصل في القطبين ايه اللي يحصل؟ لما يحصل ذوبان للجليد كمية المياه هتزيد في البحار والمحيطات، وبالتالي مستوى منسوب سطح البحر هيزيد. تمام. خليني اقول لحضرتك لعند عام 1950 طبقا للدراسات مستوى سطح البحر ارتفع بمقدار 30 سم. احنا طبقا للدراسات العلميه التي اجريت على حلول عام 2100 مستوى سطح البحر هيرتفع بمقدار 43 سم. احنا قلنا في 30 سم زادوا في فتره القرن ال19، متوقع على حلول عام 2050 ان مستوى سطح البحر يرتفع 30 سم اخرى. طب ايه المشكله؟ اضراره ايه؟ المشكله الاضرار اللي هتقع على العنصر البشري او كل من يسكنون كوكب الارض. لما مستوى سطح البحر هيزيد، المياه المالحه هتدخل على المياه الجوفيه، فهيحصل لها نسبة تملح أو ملوحة مش هتكون صالحة. النقطة الثانية زيادة الملوحة في التربة، وبالتالي احنا بنفقد أراضي زراعية خصبة وبنؤدي إلى عملية فقر غذائي أو نخش في مشكلة الأمن القومي الغذائي بالنسبة للشعوب وعدم توفير احتياجات الشعوب. النقطة الثالثة إن احنا عندنا هيكون ما أشبه بتسونامي، إن في جزر ومدن هيحصل لها إغراق كلي وإغراق جزئي. خلينا أضرب لحضرتك مثال. مصر من أقل الدول على مستوى العالم في الانبعاثات الكربونية. طبقا لاتفاق كيوتو في اليابان اللي مصر وقعت عليه، الاتفاق كان في 94 ومصر وقعت في 2005 على هذا الاتفاق. حجم الانبعاثات الكربونية من مصر بيمثل 6% من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، يعني مصر بتمثل أقل من 1%. خليني أقول لحضرتك إن مصر من أقل دول في العالم اللي بتسجل انبعاثات كربونية. معنى كده إن مصر محمية من أخطار التغيرات المناخية؟ لا طبعا، ده مصر من أكثر الدول المعرضة لأخطار التغيرات المناخية، وأكبر خطر بيهدد مصر هو ارتفاع مستوى سطح البحر، لأن احنا عندنا منطقة الإسكندرية طبقا للدراسات العلمية مخطط لها انها تتعرض للغرق. ده مش منطقه الاسكندريه بس، ده احنا عندنا منطقه الدلتا اللي هي الاراضي الزراعيه الخصبه في مصر معرض لها ان يحصل لها غمر بالمياه المالحه، وبالتالي نسبه الملوحه في التربه هتزيد، وهنفقد الاراضي الزراعيه اللي هي بتوفر الغذاء للشعب المصري، وهندخل في مشكله امن قومي غذائي. كل هذه الاضرار ناتجه عن سوء الاستخدام السيء للانسان، ناتجه عن زياده النشاط الصناعي وطلب الانسان للحصول على الطاقه منذ قيام الثوره الصناعيه. وبالتالي كان لازم نرجع لمقوله السيد بان كي مون انه لا يوجد لدينا كوكب بديل لكوكب الأرض، وبالتالي يجب على جميع سكان كوكب الأرض ما يقرب من 8 مليار مواطن، يجب عليهم أنهم يتحدوا جميعا ويتصدوا لهذه المشكلة وهي التغيرات المناخية. اللي حصل بقى في